ديجا تفرجت في مقابله والمنتخب المغربي بالجينيراسيون اللي عنده بالكاليتي اللي عنده يظهر لي اول حاجه منتخب على مستوى كبير ومستوى عالي. تشوف الملاعبيه والاسماء الملاعبيه يلعبوا في السينيور مش في ليكيب اولمبيك معناتها. اذا تحكي على حكيمي اللي عدى مخاطره كبيره، سفيان رحيمي اللي سجل اهداف، الخنوس بلال الخنوس لعب وسط ميدان يلعب في غانت في بلجيكا، بن صغير لعب موناكو اللي هو تيتولير زاد في ليكيب سينيور نتاع المنتخب في المنتخب المغربي الاول. ولا خاطر علاش هو يقول لك القاعده تقول انه عندك الحق في 3 ملاعبيه فوق ال 23 سنه والباقي تحت 23. المنتخب المغربي الاول فيه ديجا برشا عناصر صغار، علاش شفنا برشا من ليكيب موجودين في ليكيب اولمبيك. هما ثلاثه ملاعبيه، حكيمي ورحيمي والحارس الميدان حارس المرمى. هذاكم اللي فوق ال 23. هذاكم اللي فوق ال 23. الباقي خنوس وغيره موجودين في ليكيب صحيح، لكن ديجا هما تحت 23. هما صغار في العمر. دونك منتخب الحقيقه ابهرني، والمنتخب المغربي هذا الاولمبي دونك هذاك علاش شوف المنتخب هذا هو كاس افريقيا راهو في الاولمبيك اللي صارت في المغرب ديرنييرمون. دونك دقيقه ونص المغرب معناتها منتخب ينجم على سنوات على سنوات قادمه ديما، حتى ليكيب سينيور نتاعو مش تلقى عنده ليكيب سينيور قويه برشا. ومنتخب المغرب نتصور ينافس على احدى الميداليات الثلاث في الاولمبياد. وتواجد حكيمي ما هوش هزار. فوالا مصر دومينيكان 0-0. تفاجئنا مش بمصر البارح ديجا نتحدث انا وياك، تفاجئنا في الدومينيكان معناتها منتخب عنده ما يقول في روحه. صحيح المنتخب البارح ظهر اول حاجه اللي هو عنده دي زيليمون ودي جوار باهين برشا، عنده دي جور يلعبوا حتى في اسبانيا، في فرنسا في اسبانيا. المنتخب المصري ما قدمش مقابله باهيه الحقيقه، مالغري اللي فما زيزو والنني دي جوار ديكسبيريونس ما قدموش فرصه واضحه ماتش كامل. فرصه ضايعه زيزو ولا ما عملش مقابله كبيره، وكان ممكن الدومينيكان كان هو اقرب في الفوز في المقابله حتى في البوزيسيون دو لابال الدومينيكان ديجا كانت خير من المنتخب المصري. العراق اسود الرافدين تنتصر ضد اوكرانيا، والباهي انه كانت خاسره 1-0 المنتخب العراقي، يرجع زبليش ايمن حسين بينالتي، ثم هدف ثاني ممتاز للمنتخب العراقي يخليه ينتصر في الاولمبياد. ونتصور زاد حتى العراق عندها ما تقول في الاولمبياد. والله يشوف المنتخب العراقي المنتخبات العراقيه بصفه عامه سيرتو في الليجون معناتها ديما تلقاهم ينافسوا، ديما تلقاهم عندهم منتخبات محترمه. اليوم كي نشوف التشكيله ايمن حسين نعرفوه جا للسي لعب حتى في الرجاء، لعب في برشا في قطر، تو نمبر 1 في العراق راهو ايمن حسين احسن لاعب عراقي. صحيح تهزوا دوره الخليج يظل ديريرمون في وكاس اسيا محترمه جدا سورتو ايمن حسين محترمه. دونك ديما المنتخب العراقي ما يفاجئنيش الحقيقه، ديما عنده تقاليد انه كي يشارك في منافسه ولا في مقابله الملاعبيه عندهم الفولونتي رهيبه، عندهم الراج دو فانكر فوق العاده الحقيقه، وعندهم الامكانيات عندهم لي كاليتي. دونك نتمناو اليوم المنتخبات العربيه توصل بعيد في المسابقه هذه في الاولمبياد. يعطيك الصحة نيس عبد القادر بوجلبان، كنت حاضر معنا في سبور ماغ، نوجه لك تحية كبيرة برشا. جران برافو أيضا المخرج الحاسة أيمن صبري البوعزيزي، تحية أيضا نادر بن شهيدة كوتي ديجيتال والتنسيق العام للحاسة، ساهم أيضا في إعداد البرنامج. قدور نوجه لكم تحية كبيرة من قدام الميكروفون. بعد لحظات تجيكم أميرة مقني، ونتقابلوا غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات. وريستي برونشي سور ديوان فام كالعادة. تحية فلسطين، واليوم زاد عيد الجمهورية مرة أخرى. تحية